السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة إلهام شانيل. الوصفة ديالنا ديال اليوم اولا الاقتراح ديال اليوم هو عبارة عن كلاص اللي كتقدموه للضيوف ديالكم اولا ليكم. كيجي جد رائع البنات، مكونات بسيطة جدا. اول حاجة غادي نبداو بلا صوص كراميل. فبالنسبة للصوص كراميل فخليت لكم الفيديو ديالها من قبل، لكن غادي نشارك معكم ايضا الرابط، وغادي نعاود معكم الاخوات اللي غيطلع عندهم هذا الفيديو هذا. فاول حاجه يعني كنبداو بها هي السكر حبيبات، اللي خص يكون عندي واحد الكاس ديال السكر حبيبات اولا السكر الخشن. كنوضعوه في مقلاة اللي تكون على نار مهيله بطبيعه الحال، وتكون المقلاة الحجم ديالها كبير. فبالنسبه لها التكتلات ديال السكر فهي عادي، فكنبدا كنفرشهم بالاصابع ديالي باش ما كيبقاش يعني ديك الكتل ديال السكر في الكراميل ديالي. فايفوا كتشوفوا البنات الحراره بدات كتطلع مع الجوانب ديال ديك السكر فكيبدا كيذوب. فهاد المرحله البنات كتبداو كتحركوا بملعقه، يستحسن تخدموا بملعقه خشبيه، دائما كنصح بها في الطبخ ديالكم. فكنبدا كنحرك بهذه الطريقه هذه، واخا كتشوفوا كيرجع بحال اللي كيرجع يتحجر لكم اولا كيتكتل، فعادي البنات ان فوا كتبدا كتوصل كامل الحراره فغادي يرجع عفوا يذوب. يعني عادي البنات ما تخافوش منه نهائيا. فكما كنعرفوا دائما الطبخ كيبغي شي شويه ديال الزعامه. من بعد البنات ما كيذوب الكراميل ديالي بهذه الطريقه هذه، فغادي نطفي على البوطه في هذه الاثناء هذه، وغادي نزيد جوج ياغورت طبيعي. فضفت هنايا البنات جوج علب، ما تصورش معايا العلبه الثانيه ملي كنت كنضيفها. وكما قلت لكم كتطفيو البوطه باش هكا كتفاداو داك البخار اللي كيجي هكا طالع ملي كتضيفوه، باش الله يستر اي حروق ولا شي حاجه كتفاداوها. فكنحاول نعطيكم جميع الاسرار، ما كنبخل عليكم حتى بشي حاجه. هنايا البنات رجعت شعلت البوطه ديالي، كنبدا كنحرك بهذه الطريقه هذه، واخا كتشوفوا كيرجع يتكتل لكم فكيرجع يذوب داك السكر. فهنايا البنات هذا هو الشكل ديال الكراميل ديالنا من بعد ما كيوجد. باش كتعرفوه ناجح معاكم هو تهزوا بملعقه خشبيه من كتكونوا يعني من كتوصلوا درجه الحراره، وكيخصو يهبط معاكم واحد الخيط ما يهبطش متقطع نهائيا. هذا الكراميل البنات تقدروا تعتمدوا عليه في مجموعه من الوصفات ديالكم، حلويات، تحليات، هادشي ديال كلاص فكيجي ناجح 100%. بالنسبه للبنات هنايا الكريم شونتيي، بالنسبه للكريمه اللي غادي نستعمل اولا الكلاص ديالي انا هنايا نستعمل كريم شونتيي مع واحد الكريمه ديال لاموس. بالنسبه للاموس انا صراحه كنت بغيت نشارك معكم ديال الفانيلا، لكن ما لقيتش الفانيلا، لقيت غير هاد لاموس ديال الفريز. فهنايا البنات غادي نكب لي شاسي ديالي في العلبه الزجاجيه في واحد الاناء، كنضيف ليهم نص سيطرو حليب. ما كنضيفش البنات هنايا نهائيا سكر، يستحسن الحليب والكريم شونتيي تكون عندكم من قبل في الثلاجه، يعني وداك الحليب بحال اللي كيدخلوا شويه ديال التجمد. هنايا البنات كنضيف ديك الصوص كراميل اللي وجدت، وغادي نخلي واحد شويه فقط للتزيين. كيف ما كتشوفوا هنايا ما ضفتش السكر لانني اعتمدت على هذه الاضافه ديال الصوص كراميل اللي زدت، فصدقوني كتجي زوينه البنات. وبالنسبه هنايا للخليط الا شفتوا بحال اللي قصح لكم، يعني بحال اللي بدات الكريمه بحال كتحسوا بها بحال اللي بدات كتعقد اكثر، فتقدروا تزيدوا لها الحليب. ملي كتزيدوا لها الحليب البنات فكترجع تخفف معكم الكريمه باش كيجي الكلاص ديالكم مهوي كيف ما كنقولوا. فهنايا البنات خديت المول، انا خديت هذا المول الجرانيت اللي لبستو بسلوفان باش هكا ما يلصقش ليا يعني الكلاص ديالي. كنكب نصف الكميه، كنضيف مكسرات، وكنضيف ايضا هنايا واحد بيمو ديال اوريو مع الشوكولاط ديال الكوكيز. وايضا البنات غنضيف هنايا شويه ديال اللوز اللي كان عندي مع شويه ديال الاكاجو اللي صراحه جا معاه خطيره البنات. داك الاكاجو واللوز جا واعر البنات، فكنتمنىكم انكم تجربوا هذا الكلاص هذا لانه جا خطير البنات. هنايا ضفت ايضا شويه ديال الكاوكاو عفوا اللي كان عندي محمر من قبل وحتى هو مهرمش. فكنضيف الطبقه الثانيه ديال الكلاص ديالي. كيف ما كتشوفوا هاد الطبقه الثانيه فانا زدت ليها الحليب باش خففت ليا شي شويه. فغادي نخلي واحد شويه البنات ديال هاد الكلاص، غادي نكبو في واحد العلبه وغادي نخلط معاه مجموعه ديال المكسرات باش غادي نزين من بعد. فهنايا البنات غادي بطبيعه الحال من غادي نبقى كنسوي هكا بهاد الملعقه ديالي، يعني باش كيتقاد ليا داك الكلاص، وغادي نوضعو في الثلاجه حتى غادي يقصاح ليا مزيان.
تقريبا ليله كامله على حسب المجمد والكل ديال كل وحده على شحال. كان هنايا استغرق ليا صراحه الليله كامله، وجدته بالليل ولا غدا ليه عاد جبدته وكملت له. هنايا البنات من بعد ما خليته غير ترخى شي شويه من جبدته، وكنقلبه في الطبيسيل ديالي فكيتقلب بكل سهوله، وكنحيد له داك البلاستيك الغذائي كيف ما شفتوا. وهنايا البنات هاد يعني هاد الكرات اللي راكم تشوفوا هنايا فقط هذاك هزيت بعض المغرفات وشكلتهم وحطيتهم في الوسط، يعني ماشي شي حاجه، يعني شي حاجه بسيطه. بالنسبه للتزيين البنات كنعتذر انه مشى ليا المقطع ديالو، لكن هنا استعملت تزيين بسيط، يعني زينت بالشوكولا يعني عاديه مع واحد القطع اللي وضعتهم في الجوانب، والشوكولات اللي مقطع، ومن الفوق ايضا بصوص كراميل. وبطبيعه الحال رشيت شويه ديال اللوز والاكاجو اللي كان باقي ليا، رشيتهم من الفوق، وصراحه جا خطير البنات. فكنتمنى انكم تجربوه. وبطبيعه الحال كنضيفوا الصحن ديالنا من قبل ما ناكلوه بطبيعه الحال، بكل حاجه كنعطيوها حقها. فهنايا البنات هذا هو الشكل ديالو كيفاش كيجي من الوسط. فكنتمنىكم انكم تجربوا هذا الاقتراح هذا، وتخليوا لي التعاليق ديالكم سواء ايجابيه او سلبيه. ونتمنى نكونكم فتكم في هذه الوصفه عفوا هذه. وما تبخلوش عليا بزر الاشتراك وتفعيل الجرس اي واحد كيطلع عنده هذا الفيديو هذه، وكنتمنى انكم تجربوها. فكما كتشوفوا الطبقه اللي كتكون في الوسط البنات فكتجي مقرمشه جد رائعه معه. وهكا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو ديالنا ديال اليوم. موعدنا في وصفه جديده، الى اللقاء.